السلام عليكم. من الأحداث المهمة الأخيرة في اسكندرية إلغاء قطر أبو قير اللي كان يعتبر أيقونة من أيقونات اسكندرية وحاجة أساسية كل الناس متعودة عليها، واستبداله بخط مترو جديد هياخد نفس المسار بس بزيادة بعض المحطات. وطبعا كل مشروع قومي جديد بيبقى له مساوئ وله إيجابيات أو له يعني تضحيات. وللأسف يعني ناس كتير في اسكندرية دفعت تمن إنشاء المترو الجديد. وزي ما احنا شايفين تم هدم المحلات كلها اللي كانت محيطة بقطر أبو قير في منطقة فاكتوريا شارع ملاك حفني. للأسف المحلات دي كلها بتتزال، يعني مش هيفضل فيها حاجة، وأصحاب المحلات دي يعني ربنا يعوض عليهم، مش هنقدر نقول حاجة غير كده. لأن يعني أنا طول عمري بعدي من المكان ده والمحلات دي طول عمرها موجودة. ماشي الطريق زحمة بس يعني ده أرزاق، بس ربنا يرزقهم، هنعمل ايه؟ طبعا الناس حزينة بصراحة، يعني كل اللي بيشوف المنظر ده بيبقى زعلان، يعني ان المحلات يعني اصحابها هيعملوا ايه. وكمان الدولة يعني ما كانش فيه اي تعويضات للمحلات دي. هما قالوا ان هما مخالفين علشان موجودين في حرم القطر وحرم الخط مترو الجديد، بس ما كانش فيه تعويضات. زي ما احنا شايفين تم هدم وازالة معظم المحلات، حتى كوبري المشاة اهو السلالم بتاعته برضو تم هدمها اللي كان موجود ايام قطر ابو قير. اهو بصوا فاضل بس السلالم على الجنبين. طول ما احنا ماشيين بطول الشارع هنلاقي اعمال الهدم والازالة. طبعا مش محلات ملاك حفني بس اللي اتهدت، كلنا سمعنا عن مسجد نور الاسلام في بكوس اللي اتهد، يعني اول حاجة خالص، لانه هما بيقولوا هو موجود يعني في مكان المحطة نفسها اللي هتتعمل بعد المترو. كان لينا طبعا ذكريات كتير قوي مع مسجد نور الاسلام والشيخ احمد قطيبة، ربنا يديله الصحة يا رب. هنشوف هنا بيتم رفع بقايا الهدم عشان توسعة الطريق واستكمال وضع أعمدة المترو. هنشوف آخر الشاشة هنا أعمدة المترو موجودة، بعد طبعا هيكملوا إزالة الهدم ده، هيكملوا برضو بناء الأعمدة الجديدة. طبعا من الأعمدة احنا عارفين ان المترو هيبقى علوي، يعني طبعا معظم المحطات هتبقى علوي، مش زي المترو اللي هو تحت الأرض اللي احنا عارفينه. بالمناسبة على فكرة ده أسرع مشروع شفته في حياتي. يعني أنا كنت أسمع عن مترو القاهرة، كان في خط تالت بيعملوه في مترو القاهرة، هو تقريبا بقالهم 15 سنة بيعملوه، يعني مترو القاهرة. بس يعني طبعا مع تغير الظروف، لأن مترو القاهرة هيبقى تحت الأرض، الخط التالت بيبقى تحت الأرض، مش زي مترو اسكندرية هيبقى علوي. يعني طبعا العلوي بيبقى أسهل وأسرع. بس أنا بصراحة بعتبر إن سرعته دي إنجاز، نظرا كمان لأن بعد إيقاف خط قطر أبو قير
مع التوسعة الجديدة في الكورنيش وأعمال الكورنيش، فالمواصلات طبعا صعبة جدا 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 في اسكندرية، قليلة جدا. غير الأول كان في سيولة مرورية من كل حتة، لكن حاليا كل الناس اللي بتركب مواصلات في اسكندرية عارفة الكلام ده وبتعاني، سواء الصبح، سواء وقت خروج الموظفين، سواء في أي وقت بتلاقي الدنيا زحمة ومفيش مواصلات. فيعني نرجو ان بعد ما يتم مشروع المترو الجديد ان الدنيا تمشي شوية يعني، والمواصلات تبقى اخف. هنوصل لحد هنا هنلاقي ان لسه في بعض المحلات ما تهددش، طبعا اصحابها اكيد مستنيين دورهم وعارفين ان هم كده كده هيتهدوا، لكن ربنا يعوض عليهم. بصراحة احنا يعني الواحد حزين جدا على المحلات دي وعلى اصحابها. هنا لحد فتح الله، يعني المحلات اللي قصاد فتح الله لسه ما تهددش. بصوا اصحاب المحلات طبعا خلوها يعني من المقتنيات اللي فيها او من اي حاجة ممكن يعني يكونوا هيستخدموها، حتى في ناس اخدت الابواب نفسها. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عايزين تعرفوا كل جديد عن اسكندرية والتطورات اللي في اسكندرية، اتمنى تتابعوا قناتي وتعملوا اشتراك ولايك للفيديو.